يا حلوين، تكملة ترويقات العيد. دلوقتي هتلمي بقى السجاد بتاعك، وزي ما انتوا شايفين المشايات حطيناها في البانيو وحطينا عليها اريال واي حاجة برضو ريحتها حلوة عندكم. سجادة زي دي بقى ودي بنفردهم. وهنا كنت بطبقها اللي هي عشان اشيلها كده تتنفض، وبعد كده بقى تدخل ايه الحمام، تتغسل عشان ترجع حلوة زي الاول. في البداية اهو، شايفين تفردي السجادة وتحطي عليها اي حاجة. دي برضو واحدة تانية. في ناس بتحط مية سخنة، في ناس بتحط مية عادية، وانتي وراحتك. المهم ان انتي تحطي مسحوق كويس، حاجة برضو ريحتها تكون حلوة. طبعا الرجالة لو بتساعد في السجادة تبقى حاجة حلوة قوي، علشان طبعا ايديهم اجمد مننا بكتير. انا بقولك ازاي ان انتي تنضفي تنظيفة العيد بميزانية بسيطة بدل ما توديها بره. طبعا في ناس بتودي بره وتريح دماغها، بس كده كده بيدفعوا. فدي حاجة ان احنا يعني نعملها في البيت، علشان برضو ايه نحافظ يعني على الميزانية وكده. بس انا شايفة ان اللون بيفرق يا جماعة. يعني بصوا، بتبتدي تبقى زاهية شوية بشوية. وطبعا لما بتحطي مية في الاول وبعدها كمان مرة بتنضف عن الاول بكتير. انا بشوف ان بره زي جوه، المهم الضمير اللي بيعمل. شايفين المية ابتدى، شايفين ده المنظر ده بقى صعب قوي. ده منظر المية اللي المشايات طلعته. بناخد بقى واحدة واحدة المشايات الصغيرة، واحدة واحدة. وبرضو في الحمام، لو حمام كبير، في ناس طبعا بتغسل في البلكونات لو عندهم حاجة تنزل المية على الشارع على طول. المكان اللي يريحك يعني والأنسب لك، كل واحد وراحته. ودي برضو مشاية طويلة بناخد حتة حتة منها اهو. هو كل حاجة عندي اتغسلت في الحمام. بتبتدي بقى تبرميهم وتصفيهم وكده عشان يطلعوا ايه في الشمس وكده. بس انا يعني ايه قلت افرجكوا يعني الخطوات. ستارة زي دي برضو المفروض انها تتغسل. هتبتدي بقى تنزليها. ده هنا ابني بيلعب عادي، فشيلتها وقلت له يا ابني ربنا يهديك. وجينا بقى نكمل. في بقى المفارش الصغيرة، اللي هي مثلا بتاع السفرة، بتاع البوفيه، النيش. دلوقتي انا مش عايزة احطهم في الغسالة مرة واحدة، فهنقعهم شوية في البانيو. وبعد كده تشوفوا هنحطهم في ايه، وبعد كده نحطهم في الغسالة عشان ما يتخبطوش في بعض، واللولي ده ما يقعش. تمام. هنا نقعتهم شوية، حطيت برضو عليهم مسحوق وكده. جبت اللي هي الشنطة دي، ليها سوستة كده بيتحط فيها الحاجات اللي انتي مش عايزاها تتخبط قوي جوه الغسالة. بس حطيناهم عشان اللولي ما يقعش. والستارة زي ما انتوا شايفينها كده. بس جبت كيس على الحلقات بتاعتها عشان برضو ما تتخبطش وتتكسر. وهنا حطيت المسحوق، وهبتدي اغسلهم. ونشغل بقى الغسالة بتاعتنا عليهم عشان ينضفوا ويبقوا حلوين. انا هنا بحاول الملم كل حاجة كده، عشان لما اجي بقى افرش يبقى كل حاجة نظيفة وكل حاجة مغسولة. تمام. هنا اهي الغسالة بتبتدي تملى بقى وخلاص اهي غسلوا. طب الاسفنجة دي هنعمل بيها ايه؟ لو عندك مثلا كراسي زي كده فيها تنجيد، سواء بقى انتريه ينفع. إيه، الاسفنجة دي كانت اول مرة استخدام. إيه، عايزة تحطي اي حاجة، عايزة تحطي شاور جل، عايزة تحطي إيه اللي هو برضو مسحوق، اي حاجة. تمام. وشوية خل. ده دبوس كان محطوط في البتاع فشيلته. وببتدي عشان اللون الاسود ده يرجع تاني زي ما هو كده نضيف، اشيل اي بقع وكده. تمام. دخلت برضو انا عندي وش السرير فيه آم، يعني ايه زي ما انتوا شايفين كده في تنجيد. فده برضو محتاج يتعمل. هنبتدي نعمله واحدة واحدة عشان برضو في الاخر ياخد الشكل الحلو اللي احنا عايزينه. بنبتدي بقى نلمع بقى عشان لما نفرش يبقى كل حاجة على نظافة. حاجات بسيطة قوي والله. انا معايا سبونشة ومعايا شوية اريال بمية بخل، او شاور بمية. شايفين؟ بس اهو. هنا برش بقى اللي هو الجلاس بتاع الازاز ده وبلمع الخشب بملمع الخشب عشان الحاجة برضو تبقى زاهية. طبعا فرق
وبان النظافة. انا ببقى مبسوطة بالنتيجة بعدها بصراحة. ده وش السرير عندي. بلكونة زي دي شايفين؟ المنظر اللي هو عامل زي القلل ده مليان كله تراب. بتفرق بقى لما بتتنضف الحاجات دي، البلكونة لونها بيبان. وهنا برضو إيه، بتاعها صغيرة، فرشة صغيرة كده بتاعة الجاروف دي. اه شايفين المنظر بيبقى حاجة تانية. وبتقدري بقى تدخلي عيالك وانتي مرتاحة. الزرع بتاعي مش عارفة يا جماعة بقاله فترة كده بيموت، فبنحاول نغير نوع السماد ونشوف هيظبط ولا لا. شايفين هنا البلكونة اهي، لونها بقى افتح شوية. كده اللون بقى احسن والشكل بقى احسن اهي. طبعا في ناس يعني بينضفوا اعمق مني بكتير. المنظر ده المفروض ما يبقاش موجود. تعالوا نشوف ممكن نعمل ايه. هنشيل ده كله ونجيب الملمع ونلمهم في قلب منظم. المفروض المنظر يبقى كده. منظر الجزامة ده طبعا ولادي مخلين كل حتة في حاجة. يلا بصوا بقى هنا، نظمنا وظبطنا، وبكده بقت شوية حاجات متنظمة بس هتسهل عليا في الاخر.